الإعلام الجزائري يصاب بالسعار من جديد والحسرة الكبيرة بعد تأهل المنتخب المغربي للناشئين إلى نهائي كأس إفريقيا بالأراضي الجزائرية. ومحلل قناة جزائرية يصرح أن المنتخب المغربي منتخب ضعيف ساعده الحظ فقط والتحكيم أيضا حتى وصل إلى النهائي، مشيرا أن منتخب مالي ضيع فوزا سهلا على منتخب المغرب الضعيف حسب زعمه، وأنه في مباراة الجزائر لولا التحكيم المنحاز للمغرب لما تأهل المنتخب المغربي ولتأهل منتخب الجزائر بكل سهولة. وأضاف أيضا أنه رأينا يوم البارحة أو يوم أمس المنتخب المالي ماذا فعل بالمنتخب المغربي، ضغط طولا وعرضا ولكن بدون حظ، والحظ ساعد المغرب. وأنا أرشح كافة السنغال للتتويج بهذا الكأس الإفريقية لأنه صاحب التجربة فعلا في إفريقيا، والمنتخب المغربي خصم ضعيف. وفي الوقت الذي هلل فيه الإعلام العربي والعالمي بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي لدور الثمانية في كأس العالم الماضية بقطر وتأهل أشبال الأطلس إلى نهائي كأس إفريقيا المقامة حاليا في الجزائر، لم يجد إعلام العسكر الجزائري حرجا في التقليل من الإنجاز المغربي غير المسبوق في كل المنتخبات بمختلف أصنافها، حيث تأهلت جميع أصناف المنتخب المغربي إلى المونديال، بداية بالمنتخب الأول في قطر، ثم المنتخب النسوي الأول والمنتخب النسوي لأقل من 17 سنة، وأيضا المنتخب المغربي للناشئين، ثم المنتخب المغربي لكرة القدم داخل الصالة. كلهم منتخبات مغربية تأهلوا بجدارة واستحقاق إلى المونديال. ومن جانبه إعلام الجزائر يعلن صراحة عداوته للمغرب، حيث قال أن الحظ لعب دورا كبيرا في تأهل المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة على حساب المنتخب المالي، مبررا طرحه هذا بكون منتخب مالي كان مستحوذا ومسيطرا على أطوار المقابلة. وواصل إعلام الكبرانات حقده واستصغاره للمنتخب المغربي، مبرزا أن المنتخب الوطني المغربي اختار البقاء في الخلف مدافعا للعب على قدراته، مردفا بالقول أن المغرب كان يريد الوصول إلى ضربات الجزاء لكونه لم يستطع مقاومة أو التسجيل على المنتخب المالي لضعفه. وقال أيضا أن مثل هذه المباريات تلعبها لتفوز بها وليس من أجل أن تتمتع أو تمتع الجماهير. وفيما يبدو أن النتيجة الثقيلة التي خسر بها الجزائر أمام المغرب قبل أيام أثرت كثيرا في معنويات ونفسية الإعلام الجزائري الذي لا يفوت فرصة للتصغير والتقليل من قوة المنتخب المغربي. نشكركم على حسن المتابعة.